مهمتنا 4 حاجات. ربنا حطنا في الدنيا دي مهمتنا 4 حاجات. ايه هما؟ احنا يمكن كنا فاكرين انها عباده فقط. لا، العباده جزء من المهمه. معرفه. يعني ايه معرفه؟ تتعرفي على ربنا من اول وجديد، تتعرفي على اللي خلقك وتحبيه، مش مجرد تأدي فرايده، لا تحبيه بجد من قلبك. رقم 2 عباده، صلاه صوم زكاه وهكذا، فرائض، ودي في الاخر عشان اصلاح لنفسي مش عشان ربنا محتاجها مني. 3 حاجه اعمار. ايه كونسبت الاعمار ده؟ اني انا الخليفه، اعمل خير في عيالي، اعمل خير في اللي حواليا، اعمل خير في شغلي، اعمل خير في مكاني. واخر حاجه تزكيه. ايه هي التزكيه؟ تطهير قلبي. لو عندي شويه حقد كده بسيط قاعد على كرسي جوه كده، اتصرف معاه. عندي شويه عدم عفو، اتصرف معاه. انا عارفه ان عدم العفو ده صعب. I know. لا، التزكيه لوحدها. الاعمار اللي انا بعمله في تغيير المجتمع، اني ازاي اصلحه واخليه افضل. لكن انا بيحصل لي حاجات في حياتي بيبقى عندي العفو صعب قوي، انا عارفه. وانا حصل لي حاجات كتيره بالنسبه لي العفو كان يبقى صعب، بس محتاج تمرين. والعفو هي ده الكونسبت، مش معناه ناخد الانسان اللي ظلمني بالحضن. دايما عندنا المشكله دي، ان احنا بنفتكر العفو اللي هو يلا حبيب قلبي يلا نرجع تاني زي زمان ورود وحلوين. لا، كونسبت العفو اني ما بقاش شايله هم الموضوع على كتافي على طول، اني اوكله لربنا. هو ده كونسبت العفو، اني الاذى اللي حصل لي ده اوكله لربنا ان هو اللي يتصرف، مش انا اللي اقعد اقهر وامص في دمي عشان احاول الاقي مشكله، او عشان احاول اخلي الانسان اللي قدامي اللي ظلمني يعتذر لي وهكذا.